السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهارده معانا الجزء الثاني من لقاءاتنا مع باشمهندس أحمد عثمان، وهيكلمنا النهارده عن كتابة السي في. لأن احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا ليه الشاطرين دايما ممكن يكون عندهم مشكلة بعد كده لو اتجهوا لسوق العمل وما عندهمش الكوميونيكيشن سكيلز المطلوبة لسوق العمل، وده ممكن يؤدي ان هم يتأثروا مهنيا. النهارده التوبيك بقى تكمله للي قلناه المره اللي فاتت، وهو ليه علاقه بكتابه السي في، خاصه للطلبه اللي هي حديث تخرج او خلاص اللي هم بيتخرجوا الشهر الجاي ان شاء الله على خير. فباشمهندس احمد، شكرا جدا لحضرتك ان انت وافقت ان انت تكون معانا النهارده. أهلًا بيكِ وشرف ليّا. ويعني واتمنى ان حضرتك بقى تشوف كده تقول لنا ايه كتابه السي في ازاي. انا هاخد بقى نوتس وكده عشان اقولها للطلبه بتوعي ان شاء الله على خير. خلّينا متفقين إنه الCV هو آآ وسيلة لإني أدخل الinterview، يعني الCV مش هدف في حد ذاته، إنما هي وسيلة لإني أصل لمرحلة الinterview. فبالتالي يجب إني أعرف إن ده عنواني، دي الحاجة اللي بتمثّلني واللي بتخلّي الشركة تتواصل معايا علشان أو إمّا تتواصل معايا عشان ت تدخّلني interview أو إنها ما تتواصلش معايا. خلّينا نقول إنه أو نقول في البداية إنه الrecruiters بيبصوا في الCV طبقًا لكلام الHR في الmarket يعني، بيبصوا في الCV بيعملوا له scanning مش بيعملوا له reading. فهُم بياخدوا في الscanning ده من 6 ل30 ثانية فقط. فلازم أعرف إن 6 ثواني ممكن تحكم عليّا ما إذا كانت الشركة هتكلمني والّا مش هتكلمني من الأساس. وبالتالي يجب إن الCV يعمل لي good representation ويعدّي علشان الشركة تكلمني. الحقيقة الCV مش بيعدّي بمرحلة واحدة عشان الشركة تكلمني الinterview. الCV بيعدّي بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الATS. الATS هو الApplicant Tracking System، والApplicant Tracking System هو software بيسكان الCVs وبيعمل matching بين الإعلان بتاع الوظيفة اللي بيتكون من جزئين وساعات 3 أجزاء. إيه مكونات الإعلان؟ الإعلان بيتكون من الjob requirements، أي ما يتطلب فيّا للحصول على الوظيفة. والjob description أي ما سيُلقى على عاتقي من مهام حال حصولي على الوظيفة. و كمان بيبقى ساعات كتير في الشركات اللي عندها ATS بيبقى في الcontext، والcontext بيبقى فيها subject معيّنة بتتحط في الmail وأنا بابعت الmail بتاع الCV بتاعي. فلازم آخُد بالي عشان هو عادةً بيبقى code كده، الcode ده بيفلتر السيفيهات وبيخلّي كل مجموعة متشابهة لvacancy بيخلّيها مع بعضها. ف الإعلان ده هو الATS بيعمل إيه، بيmatch بين اللي أنا كاتبه في الCV من جهة، واللي موجود في الإعلان من الجهة الأخرى، وبيشوف أنا بmatch بنسبة كام في المِيّة. وبالتالي أنا لو بmatch بنسبة معيّنة، كل شركة بقى بتحدد الATS بيعدّلها بنسبة كام في المِيّة. يعني في شركات تقول 70، في شركات تقول 60، في 50، زي ما أنا حابب أشوف. أنا كrecruiter عندي وقت ومجهود إن أنا أشوف قد إيه، فباخلّي الATS يعدّي لي من السيفيهات. آآ لمّا بيmatch الATS لمّا بيmatch في حاجات ساعات بتهنّجه، بتعطّله، بتخلّيه ما بيشوفش اللي جوّه الCV. زي إيه؟ زي الناس اللي بتعمل borders حوالين الصفحات في الCV بتاعها. الborders بتخلّي الدنيا ما تشتغلش بشكل كويس، ده غير إنها أصلًا مش formal، يعني أي formal document ما بيبقاش فيها borders. فالborders دي أول خطأ. تاني خطأ إني أعمل physical table في الCV اللي هو بيتعمل بinsert table، ده بيبقى جدول موجود حقيقي جوّه جسم الCV. المشكلة الكبيرة جدًا لمّا ناس تحط الskills بتاعتها جوّه جدول، فهو كده الskills بتاعته 0 ما اتشافتش خالص. فدي بتبقى مشكلة كبيرة جدًا لإنه بيmatch بنسبة 0%. تالت مشكلة الناس اللي بتحط logos. الlogos لا يجب إنها تبقى موجودة في الCV. المفترض إنه أنا باكتب أسماء الorganizations بدون logos. إيه الlogos الوحيدة اللي بيفهمها الATS ويعدّيها؟ هي الlogos بتاعة الcontacts، زي ما قدّام حضرتك كده في الslide. الlogos بتاعة الcontacts فقط، اللي هي الphone والmail والLinkedIn والlocation، هم دول اللي الATS بيعدّيهم أو بيفهمهم، بيترجمهم يعني.
حسب الشغلانه بقى، ودي اخر حاجه، حسب الشغل، حسب نوع الوظيفه اللي بقدم عليها، هل احط صوره ولا ما احطش. الشغلانات اللي الشكل بيفرق فيها، زي سيلز ريبريزنتيف، زي ميديكال ريبريزنتيف، زي ريسبشنست في فندق مثلا، حاجه الشكل هيفرق فيها، يعني جرت العاده اني بحط الصوره لان شكلي هيفرق. انما غالب الشغلانات لا، يعني نوت ريكومندد، هي مش غلط، يعني ما بقولش او ما بنقولش انها خطأ، ولكن بنقول نوت ريكومندد اني احط صورة. بعض الاماكن، زي لو بقدم على اي وظيفة في دبي مثلا، لازم احط الصور، لازم احط صورة ليا. آه، فدي بالنسبة لبعض المشكلات اللي ممكن تواجه الاي تي اس وتعدي السي في او ما تعديهوش. طيب، لو عايز برضو اركز على اللاي اوت بتاع شكل السي في اللي المفترض اني ببعته. فبنقول انه اولا الفونت فاميلي او الفونت تايب يجب انه يكون حاجه معروفه مقروءه. زي ايه؟ زي اريال، تايمز نيو رومان، كاليبري، تاهوما، الانواع المقروءه. يعني الحاجات اللي بيتعمل بيها يفط افلام الكاوبوي دي ما تنفعش خالص، يعني اللي هي اللي بتبقى شبه التوقيعات دي. الحقيقه شفناها زمان، في يعني في ناس كانت بتحب تعمل حاجات كده، يعني زي حاجه كده هوريها لحضرتك، اللي في النتيجه دي كده، ما اعرفش باينه ولا لا. آه، اهي، بصي حضرتك الهابي نيو يير دي. في ناس كانت بتحب تكتب النيم بالذات بهذا الشكل يعني. فالحقيقه ده مش مكان لتوقيع، فيعني هو لازم برضو شبابنا الجداد في الماركت ان شاء الله يعرفوا انه اختيار الفونت فاميلي مهم علشان اعرف اقراه. النيم يا جماعه بيتكتب ثلاثي او رباعي، يعني لا يجب ان انا اكتب اسمي ثنائي تجنبا للرفض بسبب تشابه الاسماء، ودي كيس بتحصل كتيره جدا. والحقيقه يعني تشابه الاسماء ده كتير، احنا شعب كتير ما شاء الله. ف يعني هنلاقي موضوع تشابه الاسماء ده كتير جدا. الحاجه التانيه، طبعا آه، يعني انا من الناس اللي بفضل استخدام فونت تايب واحد على السي في كله. في بعض التمبلتس النهارده لا ما بتفضلش كده. طب هي تمبلتس اصلا مقبوله؟ ايوه، بعد 2020 اصبحت التمبلتس مقبوله، ما فيهاش مشكله. بس بيفضل دايما التمبلتس اللي هي مش مقسومه، يعني لا يزال موضوع قسمه الصفحات ده مش مفضل قوي، بس هو مش خطأ. يعني قبل الكورونا او قبل 2020 ده كان خطأ، يعني الريكروترز كانوا بيتضايقوا منه. والاي تي اس ما كانش بيحبه قوي، يعني ما كانش بيشوف قوي يعني الدنيا دي. النهارده لا، بتشافى على الاي تي اس، والريكروترز بيقروها عادي، ما فيش مشكله وبيقبلوها، بس هي مش المفضله. امتى بستخدم التمبلتس اللي اسمالي الصفحه 2 كده؟ بستخدمها لما يكون السي في بتاعي كبير، عايز اكتب حاجات كتيره، شاركت في ستودنت اكتيفيتيز كتيره مثلا، وعايز ابين الانتربيرسونال سكيلز او البزنس سكيلز بتاعتي، فممكن اقسمها اتنين. وزي ما حضرتك شايفه كده على الجزء بتاع الشمال ده، بيبقى الحاجات اللي تو بي ليستد. لا، مش المفترض اننا نحط الاديوكيشن مثلا هنا، مش المفترض اننا نحط الورك اكسبيرينس هنا، انما نحط الحاجات اللي تو بي ليستد. زي ايه؟ زي الكونتاكت انفورميشن، زي السكيلز، الحاجات اللي هي اللانجوجز، مفيش مشكله، ممكن تتحط في الجنب الشمال ده. في الجنب اليمين بحط الحاجات الكور، زي ايه؟ زي الاديوكيشن، زي الورك اكسبيرينس، الانترنشيبس، الحاجات اللي تشغلني، حاجات الكور بتاعت السي في. طيب، من الحاجات المهمه جدا برضو اللي لازم اخد بالي منها في الديزاين بتاع السي في بتاعي، الالوان. كل فيلد وله الوانه. انا كواحد باك جراوند اي تي، الالوان بتاعت باك جراوند الاي تي، او يعني بتاعت الفيلد بتاع الاي تي، بتكون ازرقات وسيلفر، وطبعا اللونين المحايدين ابيض واسود. الوان المجال الطبي برضو درجات الازرق والاخضر والابيض والاسود، وهكذا. فكل فيلد له الوانه.
فطبعا ابننا او بنتنا اللي بيتخرج لازم يدور على هذه الالوان ويشوف الحاجه اللي تناسب الفيلد بتاعه. طيب مش حابب يتعب ومش حابب يدور او ما عندوش وقت او الطلب منه السي في فجأة، يلتزم بالابيض والاسود زي الديزاين اللي قدامنا ده كده. من الحاجات المهمة جدا برضو في الديزاين بتاع السي في، اني لما بختار السايز بتاع التايتل، الفونت سايز بتاع التايتل لازم يكون اكبر درجة من المين تكست اللي جوه. يعني هنا السمري كمثال بكتبه زي ما حضراتكم شايفين كده من 12 ل 14. طيب المين تكست بكتبه من 10 ل 12. لو كتبت ب 12 اكتب ب 10، ولو كتبت ب 14 اكتب ب 12. وكل التايتلز يجب انها تكون بولد عشان اخد بالي ان ده تايتل لسكشن جديد. زمان كان من غير المقبول اني اكتب العنوان كله upper case capital letters. كان لازم يبقى كامل كيس اللي هو اول حرف بس هو الابر كيس. انما النهارده اصبح مقبول بسبب انتشار التمبلتس. احنا طبعا متفقين اننا بننافس جلوبالي، فده موجود على مستوى العالم. التمبلتس مقبوله النهارده على مستوى العالم، وبالتالي انا بنافس الهندي والصيني ولاد عمنا البعده وكل الناس. يعني لازم اخد بالي من انه اللي اصبح مقبول في العالم او اللي مقبول في العالم اصبح مقبول النهارده عندي، والعكس صحيح. ف هذا الامر يجب اني اعرف بسببه ان حصل شويه تغيرات عن قبل 2020. طيب فده بالنسبه لللاي اوت بتاع السي في والتمبلتس. طيب سؤال مهم جدا دايما بيجي لي، هو السي في طوله المفترض يبقى قد ايه؟ آه الحقيقه خلينا نفرق هنا بين حاجتين واستخدامين مهمين جدا لكلمه سي في. هو ايه الفرق بين السي في والريزمي؟ السي في هو الريزمي لو بقدم على شغل، انما لو بقدم على سكولرشيب، لو بقدم على وظيفه سياسيه او وظيفه قياديه كبيره زي رئيس جامعه، زي يعني حاجه من الحاجات الكبيره دي، بيبقى عندي دايما حتى الطلب لما بيتبعت لي كده بيقول لي اما سي في سلاش ريزمي، فدي حاجه واحده، او سي في كوما ريزمي، فدول حاجتين. هنا هو طالب الحاجتين. السي في في الحاله دي بيبقى كتاب، كل حاجه بقى بحط فيه كل حاجه بصورها بشهاداتها بكل حاجه. فالسي في هنا بيبقى ديتيلد جدا جدا، ورق كتير جدا بالصور بكل حاجه. والريزمي بيبقى صفحه الى صفحتين بالكتير، ده بالنسبه للقديم. طيب بالنسبه لحديث التخرج، لا يفضل على الاطلاق ان يزيد طول السي في عن صفحه واحده. اه قليل قوي. وعشان كده اصبح من المقبول اني اخد تمبلت. هو ده الكلام ده لم يكن مقبولا زمان، ولكن اصبح من المقبول اني اخد تمبلت، بحيث انها هو لو حضرتك تبصي على اي سي في هتلاقي ان الجزء اليمين فيه، لو انا بعمله انجلش، يعني احنا بنتكلم على الانجلش سي في طبعا، هتلاقي ان الجزء اليمين غير مستغل، هتلاقي فيه اجزاء كتيره جدا جدا فاضيه. طيب هي التمبلت بتعمل ايه؟ بتقسم لي الصفحه اتنين، فتستغلي لي كل ملي في الصفحه. عشان كده لو انا عامل زي ما بقول لك كده، لو انا عامل ستودنت اكتيفيتيز كتير، لو انا عامل مثلا واخد كورسات كتير، في حاجات عايز املاها، عايز احط حاجات كتير، ففي هذه الحاله بستخدم التمبلت، فاقدر ان انا اشتغل في صفحه واحده. طيب طبعا بالنسبه للنيم بيتكتب من 24 ل 30 كفونت سايز. لما بنزل بقى لازم ان انا اخد بالي كويس قوي من ان ما فيش سي في بدون سمري. زي ما بدخل على لينكدين بالظبط بيبقى فيه سمري في اول البروفايل، لازم اخد بالي ان ما فيش سي في بدون سمري. السمري عباره عن ايه؟ اولا هو طوله من 50 ل 80 كلمه، لا يجب أن يقل عن 50 وإلا يبقى مقتضب بشكل مبالغ فيه، ولا يجب أن يزيد عن 80 وإلا يبقى في إسهاب بشكل مبالغ فيه. على عكس لينكدين، لينكدين ممكن أكتب زي ما أنا عايز، يعني لينكدين سايب الحقيقة مساحة مهولة جدا
لكتابه السمري، لانه لينكدين بيشتغل بطريقه اللي هي الكونتينر سي في. فده كتير يعني، بحط كل لما باخد حاجه جديده بحطها، فالبروفايل بيكبر معايا. انما السي في لا، السي في لحديث التخرج بنكتبه بطريقه اسمها ريفرس كرونولوجيكال، يعني بالترتيب الزمني العكسي جوه كل سكشن. وبالتالي السمري بتاعي بيبقى كويس قوي من 50 ل 80 كلمه. السمري ده بجيبه منين؟ هو سمري او بروفايل بيبقى مختصرات اللي جاي من تحت، وده الجزء الوحيد المسموح فيه باني اكتب باراجراف. باقي السي في بالكامل بيكون عباره عن بولتس مش باراجراف. بكتب فيه ايه؟ اولا ما ابداوش باي ام، ببداه ب a fresh graduate. مثلا احنا عندنا في الاي تي اي نقول an ITI graduate او an ITI trainee with background in كذا كذا كذا. فيبدا بعد كده انه يتكلم عن كليته، يبدا يتكلم عن السكيلز بتاعته، شويه تكنيكال سكيلز، وما يختمش بقى باوبجكتيف من الحاجات اللي ادمت خلاص، بقت خلاص قديمه خالص عجوزه. اني احط اوبجكتيف. ايه الاوبجكتيف؟ willing to join a company that can utilize my skills, willing to join an environment that where I can make an innovation. خلاص الكلام ده بقى قديم، والحقيقه ان ده منطقي. يعني هو بقى قديم وبطلناه في السي في لان ده المنطقي. هو ما فيش حد willing to join a company يعني to يعني receive money بس، يعني ما فيش كده يعني ما فيش. فده بالنسبه للسمري او البروفايل. فلو لقيت حضرتك عزيزي ابننا العزيز، من فضلك لو لقيت كلمة objective مكتوبة فوق، فمن فضلك حولها إلى summary أو profile، واكتب summary أو profile، ما تكتبش objective anymore. خلاص ده شيء قديم جدا. ما ننساش برضو يا جماعة قبل السمري التايتل. ليه التايتل بقى؟ الحقيقة إن كل واحد ما عندوش سي في واحد، كل واحد عنده سي في بعدد الجوب بروفايلز اللي يقدر يشتغلها. يعني كمثال، انت طبعا خريجه اي تي اي وعارفه، فاحنا عندنا تراكات ما بتخرجش جوب بروفايل واحد. كل واحد بيكون خريج تراك مثلا من التراكس، التراك بيخرج من 3 ل 4 جوب بروفايلز. بمعنى ان لو الخريج ده قادر، هو بقى وميوله، لو قادر حابب يشتغل كل الاربع شغلانات وما عندوش مشكله فيهم، فبيعمل 4 different سي في او سي في فيرجنز. ايه الحكايه بقى؟ بيختلفوا فين؟ بيختلفوا في 3 اماكن. المكان الاول هو التايتل اللي فوق اللي تحت النيم على طول ده. المكان الثاني هو السمري، لانه هيختلف كتابه السكيلز اللي فيه. والمكان الثالث هو السكيلز. بمعنى ما تحطش كل السكيلز اللي عندك في كل سي في هتعمله. ده غلط. ليه؟ انت رايح تقدم على وظيفه السكيلز المطلوبه فيها هي بارت اوف مجموعه من السكيلز، فما تحطش كل السكيلز، لان ببساطه لو حطيتها كلها هتتسال فيها كلها. بينما انت مجهز بس اللي نازل في الجوب ديسكريبشن والجوب ريكوايرمنتس، تفاجئ ان اللي قاعد قدامك بيعمل لك انترفيو بيسالك في كل اللي انت كاتبه، لانه اعلى منك في البوزيشن واقدم منك في الخبره، وغالبا بيشتغل بكل ده مع بعضه. ليه تعمل في نفسك كده بدون داعي؟ ده مش مطلوب اصلا في الجوب ديسكريبشن والجوب ريكوايرمنتس. فحط فقط المطلوب في الشغلانه وركز عليه في المذاكره، لان الوقت بين مكالمه انت عندك انترفيو يوم الانترفيو ما بيكونش طويل قوي، بيكون عاده يعني 48 ساعه. بالظبط. ده في الستاندرد. طيب فده بالنسبه للثلاث اجزاء. وبالنسبه للموضوع ان كل واحد بيبقى عنده اكتر من فيرجن للسي فيز. طيب حاجه جديده برضو اصبحت موجوده بعد 2020 2021، فكره التايلور ميد سي في. ايه تايلور ميد؟ ايه الافضل، البدله الجاهزه ولا البدله التفصيل؟ البدله التفصيل معموله لي انا مخصوص. بالظبط. ده بالظبط اللي بقينا بنعمله في السي فيز
اما بنفصل السي في على الشركه دي، على متطلبات الشركه دي، دون ذكر اسم الشركه في السمري. لاننا بنجد انه من الاخطاء برضو المشهوره جدا ان الولاد ساعات بيحطوا اوبجكتيف باسم الشركه، willing to join اسم الشركه. هو معتقد ان هو كده. طبعا الكلام ده خطأ فادح، الكلام ده خطأ فادح في السي في. لان السي في هو المفترض انه انت، مش مفترض انه يبان انه موجه. بالظبط كده. فمين اللي مفترض انه يبان انه موجه؟ الكفر ليتر، وده ديفرنت دوكيمنت. والكفر ليتر بيتكتب بشكل مختلف خالص، وبيتكتب عباره عن باراجرافز، وبيبقى موجه توجيه تام. لو طلب منك بتبعته، لو لم يطلب بتبعت السي في فقط او الريزمي فقط يعني. فدي برضو من ضمن المشاكل. انما التيلور ميد سي في بيبقى معمول بالظبط عشان المتطلبات بتاع الشركه معينه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه بعد ما كتير من الشركات قللت من العماله بتاعتها مع الكورونا ومع الاي اي، اصبحت الشغلانات او التايتلز المطلوبه، الجوب ديسكريبشن والجوب ريكوايرمنتس فيها اصبحوا ساعات بيبقوا ميكس بين اكتر من شغلانه. فبالتالي لما باجي بهاير مجموعه من السكيلز، مش شرط ابدا تبقى صافيه لشغلانه واحده او لتايتل واحد بالستاندردز بتاعته. لا، ساعات كتيره جدا بتبقى مجموعه منتقاه من السكيلز انا محتاجها من اكتر من تايتل تكون متوفره في الشخص ده. لو هي موجوده عند حضرتك، ذاكرها، افتكرها كويس، وروح اشتغل بيها وحطها في سي في، وروح اشتغل بيها، قدم بيها، وهتمتحن فيها كلها. لو مش موجوده، والله حاول تذاكر وقدم، بس خد وقتك في المذاكره عشان تقدر ان انت تبقى جاهز للانترفيو. فده تيلور ميد سي في مفصل تمام التفصيل. انما ما تحطش سكيلز مش عندك. دايما بنقول لاولادنا من فضلكم ما تحطوش سكيلز مش عندكم عشان بتتكشفوا. ما تحطوش لانجوجز مش عندكم عشان بتتكشفوا. مشكله كبيره جدا انه واحد يبقى عدى قدام كلاس الماني، عدى في شارع البطالسه قدام جوتا فيقول لك انا اعرف الماني يعني عارفه. او اخذ فرنساوي في الثانويه العامه فاكتبه. فهو مش فاكره، ويكتبه في السي في. يقعد قدام واحد تعليم فرنساوي خريج سان مارك مثلا، فيقعد يساله لحد ما يوقعه بقى خالص. فدي بتبقى مشكله كبيره جدا. لو انت مش مذاكر الحاجه، من فضلك لا تدعيها في السي في. بالظبط طبعا. حتى الشركه لو عايزاها في حضرتك، ممكن الشركه تساعدك في انك تستذكرها. انما ده ساعات بيدوك سيرتيفيكتس فيها، ده ساعات بيبقى جزء من الباكج. يعني بتتعلم حاجه جديده معينه او بالظبط معينه. بالظبط. يعني ساعات بيبقى الباكج يا جماعه، برضو عشان نبقى ايه، يمكن دي من محاضرتنا اللي جايه، بس انا عارف ان الولاد دايما هيروح فكرهم لهذا السؤال. يعني هو السالاريز يا جماعه ما بنتكلمش بيها دلوقتي، بنتكلم بالباكجز. السالاري جزء من الباكج. السالاري اللي بتحطه في جيبك جزء من الباكج. الباكج ساعات بيبقى حاجات تانية، بيبقى سيرتيفيكتس بتاخدها، ترانسبورتيشن بيوفروه لك. ساعات بعض الشركات بتوفر اشتراكات لأندية، اشتراكات جيم، اشتراكات مصاريف مدارس، او جزء من مصاريف مدارس ولادك، جزء من مصاريف الدراسات العليا بتاعتك، او فول كفرج للدراسات العليا بتاعتك. ده بيحصل بيحصل في بعض الشركات، بيحصل لانه بينفست فيك، بيستثمر فيك. فانت بدل ما تاخد سالري كبير وتروح تدفعه في حاجه، فهو لا، هو بيعمل ديلز وبيعرف ان هو يجيب الحاجه بشكل يكسبه ويكسبك. فساعات كتيره جدا لو انت ما تعرفش الحاجه اللي هم عايزينك تكون عارفها، ساعات كتيره جدا بيدفعوها لك هم، وتاخد انت السيرتيفيكت دي وتبني السي في بتاعك وتكبره وانت جوه الشركه. فما تدعيش الحاجه فتروح تفقد هذه الادفانتجز يعني. بالظبط كده. نتكلم عن الاجزاء البسيطه دي. يعني هنتكلم معلش باسهاب طبعا، بسيطه ولا حاجه معلش بقى يعني. اول جزء في السي في بعد السمري بتاعنا هو الكونتاكت انفورميشن. الكونتاكت انفورميشن بيتكون من 5 اجزاء. الجزء الاول هو الايميل.
والايميل يجب اني اراعي فيه انه اولا ما يكونش فيه نيك نيمز. يعني فكره ان الميل بقى يبقى سوسو اندرسكور توتو اندرسكور 1 2 3 4، يا جماعه ايميلات اعدادي دي رجاء ما بنعملهاش، يعني ما بنحطهاش في السي في. انت لازم تبين انك ناضج كبير. فما ينفعش ابدا ان الميل يبقى نيك نيمز، ما ينفعش ان الميل يحوي ارقام. يجب ان الميل يكون اسم حضرتك او مختصرات منه. احمد مثلا هتبقى ايه، واسم العيله مثلا اندرسكور بقى بين اي ديليمتر ممكن، يعني مفيش مشكله. @gmail ما يكونش ايميل الجامعه، يعني لا يجب اني ابان كسول قدام الشركات وبستخدم ايميل الجامعه في الريكروتمنت. لا يجب اني استخدم ايميل current organization في اني اجيت هايرد في اورجانيزيشن جديده. ده الحقيقه بيوقعني في الاثكس. ده بيبين للشركه ايه؟ بيبين للشركه الحاليه اولا يعني هيجيبوني، الشركه الحاليه هيجيبوني. انت بتراسل ناس بره ليه؟ تعالى، ايه بقى الحكايه؟ ايه فحوى الايميل؟ فدي اول مشكله. الشركه الجديده بقى هتعتقد ان انا هستغل الاورجانيزيشنال ريسورسز في بيرسونال بنفيتس. فبقيت في نظر الشركه الجديده للاسف ما عنديش اثكس، ما عنديش اخلاقيات عمل. فالشركه الجديده هترفضني والشركه القديمه هترفدني. اه فدي ده الايميل. انا بحاول اجري على فكره، هو يعني انا في كيسز وحاجات كتير، بس انا بحاول اشتغل على قد الساعه. يعني انا عارف ان انا لا لا عندي لا وقت. take your time. ربنا يخليك يا دكتور. الحاجه الثانيه، الموبايل. الموبايل يجب انه يكون بيجمع معايا في المكان اللي انا فيه. فكره اصل والله انا معايا خط تليفون بيجمع وانا في البيت، ما بيجمعش وانا في الشغل او العكس. طب انا هوصل لك ازاي؟ طبعا غالب الموبايلات النهارده فيها خطين، فرجاء تحاول تظبط ان انت تبقى على طول متاح. حط الخطين في السي في، مفيش مشكله، ويكون عليهم واتساب. الواتساب مهم جدا جدا جدا. طيب، احط تليفون ارضي ولا ما احطش؟ لو مش انا الطبيعي في البيت اللي برد على التليفون الارضي ما تحطوش بدون دخول في تفاصيل. فيعني لا يفضل خالص ان انا اللي احط ان انا احط تليفون ارضي لو مش انا اللي برد على التليفون، او لو مش انا، لو انا مش ساكن لوحدي مثلا. فما يفضلش خالص بقى ان حد يرد. ما انا والله طب لما يجي لا، يعني الموضوع بيبقى سخيف جدا. اللوكيشن. وهنا دايما ولادنا يسالوا هل اكذب في اللوكيشن واقول المحافظه بتاعه الشركه اللي انا عايز اقدم عليها، ولا ما اقول، ولا ما اكذبش؟ الاجابه لا طبعا ما تكذبش. ليه ما تكذبش؟ لسببين. السبب الاول ان لو الشركه معهاش انها تدفع لك البدلات، فخلاص الموقف كده ما يناسبكش ماديا، الموقف هيبقى فيه خساره عليك. لانك مثلا بدل ما تاخد اكس بلس 1 هتاخد اكس، او اكس بلس، يعني النهارده مش بلس 1 بقى بلس 3 4. هتاخد اكس، فاللي هيصفصف في جيبك هيبقى اكس ماينس 3 4. يبقى انت رايح خسران، خسران كتير. يبقى ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه، في الاجازات لما هنزل تاني المحافظه بتاعتي واجي راجع القاهره او اسكندريه، طب ما انا هبقى جاي يوم الاحد متاخر او تعبان نتيجه للسفر، او مش هيقدروا. ما هو انت كاتب ان انت من المحافظه دي، فليه لما اجي اطلب اذن عشان امشي بدري يوم الخميس مثلا عشان اسافر مش هيقدروا، مش هيفهموه؟ وحقهم، لان انت يعني اديتهم معلومات غير صحيحه من الاول. فعليك تحمل ذلك. من فضلك ما تكذبش خالص في اللوكيشن. من فضلك ما تكذبش بوجه عام خالص، لا في انترفيو ولا في سي في، عشان اولا يعني اخلاقيا ودينيا ما ينفعش. ثانيا لو يعني الموضوع اتكشف بتفقد سمعتك، ويعني موضوع فقد السمعة ده في اول سنتين في سوق العمل بتبقى كارثة، لانك غالبا مش هتعرف تسترجعها في نفس بيئة العمل دي تاني. خصوصا ان الاتش ار كوميونتي كلهم يعرفوا بعض. الاتش ار كوميونتي يا جماعه يعني كوميونتي ضيق جدا، يعرفوا بعض ويعرفوا بعض كويس، وغالبا بيبقوا دارسين مع بعض، فعلاقاتهم قويه ببعض.
فلا داعي لفقد السمعه او لتلويث السمعه بخطا ساذج في بدايه او في مقتبل دخولك السوق. اللوكيشن بيتكتب ازاي؟ اللوكيشن بيتكتب مفروض مدينه، دوله، بس يعني بنقول اكتب حي، مدينه، دوله، لان لو في ترانسبورتيشنز هتفرق معاك في تحديد الترانسبورتيشن لاين اللي هتكون فيه. بس ما تكتبش بقى بديتيلز مبالغ فيها، يعني هم 3 فيلدز دول بس. ما تكتبليش بقى عماره كذا، شارع الشارع الفلاني والشقه اليمين لا، انا مش دليفري بتاع بيتزا حضرتك، مش هينفع كده، يعني كده مبالغ فيه قوي. طيب، فدي من ضمن الحاجات اللي في الكونتاكت انفورميشن. يبقى احنا قلنا الموبايل، قلنا الميل، قلنا الفيتشر. لينكدين. بعد كده بقى رقم 4 لينكدين. لينكدين لازم يكون معمول يا شباب، ما ينفعش يعني رجاء يا جماعه، رجاء بقول لحضراتكم، ما ينفعش ما يبقاش عندي لينكدين اكونت. وطبعا لينكدين عليه محظورات، يعني لازم اخد بالي كويس قوي ان ما احطش بقى صوري في الساحل وفي الجونه والعضلات وعلى كوشه اختي اللي كانت بتتجوز الاسبوع اللي فات. الحاجات دي كلها يا جماعه ما تنفعش على لينكدين خالص. اي حاجه اجتماعيه ما تنفعش على لينكدين. لينكدين البروفايل بيكتشر بتاعته بتبقى فورمال او سيمي فورمال، يعني على الاقل قميص وكرافته للرجاله، والبنات بتبقى البدله ام بلوزه لطيفه دي. ان شاء الله المره الجايه هنتكلم في اللبس بالتفصيل الممل يعني باذن الله. فدي بالنسبه للبروفايل بيكتشر. نفس الموضوع بالنسبه للكفر فوتو، لان لينكدين النهارده عمل كفر فوتو بقاله فتره، طبعا بقاله بتاع 6 7 سنين. الكفر فوتو مهم برضو انها تكون ريليتد بشغلك، بالحاجه اللي انت willing to يعني ان انت تشتغل فيها، او الفيلد اللي انت willing ان انت تشتغل فيه. ما تكونش برضو لاندسكيب، او تكون صورك وانت في الجونه وفي الساحل والجو ده. التايتل من الحاجات المهمه جدا، وهي الحقيقه تاني حاجه بيبص عليها الريكروتر بعد البروفايل بيكتشر على طول، قبل الكفر فوتو كمان. فراعي ان التايتل يكون يعني بروفيشنال تايتل، ويعبر عن الحاجه اللي انا مؤهل ان انا اشتغلها. وطبعا السمري بتاع لينكدين ممكن اكتب فيه اللي انا عايزه. يجب اني انتفع من الاندورسمنت. الاندورسمنتس يا جماعه في لينكدين هي اني اقدر استفيد من التزكيه، من الاخر يعني التزكيه. انا بحط بلست السكيلز بتاعتي، والناس بتقول والله ما اذا كنت فعلا شاطر فيها ولا لا، فبيدوسوا بس زرار الاندورس. ده ممكن يتعمل بير تو بير، يعني ممكن انا ودكتوره امنيه مثلا لو كنا في نفس الليفل، فممكن احنا نعمل لبعض اندورسمنت. انما ما محتاجين احنا الاثنين حد اعلى مننا في الليفل يعمل لنا ريكومنديشن. ايه موضوع الريكومنديشن ده؟ الريكومنديشنز هي حاجه، كلام بيتكتب من حد اعلى منك في الليفل. حد اللي اعلى منك في الليفل ده بيفضي من وقته 15 دقائق وبيكتب لك ريكومنديشن. الريكومنديشن ده بيقول ان انت شخص كويس، وان انت معرفتك بيه ومعرفته بيك كذا، ان هو مثلا كمديرك، ان انت كنت مدير، حاجات كده يعني. وبيبدا ان هو يعمل لك ريكومنديشن. يفضل انه يكون اعلى منك في الليفل عشان يتصدق، عشان يبقى في كريديبيليتي للريكومنديشن دي. فده بالنسبه للينكدين باقتضاب شديد جدا. يعني طبعا بنحط يا جماعه اي شهادات، بنحط اي سيرتيفيكتس حصلنا عليها، بنحط اي دراسات عليا حصلنا عليها. لينكدين اكونت دايما تكون اب تو ديت. وكمان يجب انه لو حضرتك اوبن تو ورك، فبتحط اللوجو بتاع اوبن تو ورك ده. لو لا وشغال في شركه، ما تحطوش بقى. ما دي من ضمن المشكلات برضو اللي بتوقع بين الامبلويرز والامبلويز. يا جماعه ما تقولش اوبن تو ورك وانت شغال، ما هو دي حاجه مش منطقيه خالص يعني. ونفس الوقت لازم تكون اوير برسائل، يعني ايه اللي بيتبعت لك كل يوم؟ لا والله اصل ما خدتش بالي، اصل ما شفتش، اصل ما دخلتش. انت اوبن تو ورك وما بتبصش على رسائل، طب ما هوظفك ازاي؟ فدي من ضمن المشكلات اللي ممكن تكون موجوده. فلينكدين هو الحاجه الرابعه عندنا في الكونتاكتس. اخر حاجه في الكونتاكتس وخامس حاجه عندنا، اي ريبوزيتوري تخزن عليه شغلك وتوريه لي.
ايا كان بقى انت شغال ايه، ايا كان انت شغال ايه، كل شغلانه ليها ريبوزيتوري. الديفلوبمنت جيت هاب، الديزاين هو كان اسمه ايه، انا نسيت تصدقي. فيعني كل حاجه بنحط لها ريبوزيتوري، نحط عليه نموذج لشغلنا. شغل. خلاص. طيب عندك ويب سايت، حط الويب سايت، مفيش مشكله، بس يكون يعني شكله كويس، بروفيشنال يكون برضه. بالظبط كده. طيب آم، تاني حاجه طبعا البروفايل اللي هو السمري زي ما اتفقنا عليه. بنحط الانترنشيبس، لو انا واخد ITI مثلا، لو انا خدت انترنشيب في بنك مثلا، الكلام ده طبعا ريفرس كرونولوجيكال. يعني ايه؟ يعني من الاحدث الى الاقدم. يعني كمثال، معلش اسمحي لي يا دكتوره، انت مثلا لما تيجي تكتبي CV بتاعك هتحطي دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس او ليسانس، مش العكس، يعني مش بالترتيب الزمني العكسي من الاحدث الى الاقدم. خلاص. طيب الورك اكسبيرينس دايما بقول لاولادنا من فضلكم اي حاجه اشتغلتها، وخصوصا لو في فتره الكليه، حطها في CV. يعني انت اشتغلت اكاونتنت في فاميلي بزنس، يا عم اشتغلت اكاونتنت في فاميلي بزنس، والفاميلي بزنس ده كان محل بقاله، مفيش مشكله حطه. ليه يا فندم؟ ليه بقول كده؟ لان احنا بطلنا نحط من الحاجات اللي ادت برضه في CV، هي سيكشن السوفت سكيلز او الانتربيرسونال سكيلز، ما بقيناش بنحطه، بقينا بنحط ما يدل عليه. فانا عايز اقول ان انا مالتي تاسكينج، عايز اقول ان انا هارد وركر، عايز اقول ان انا سيلف ليرنر. فبحط ان انا اشتغلت في اثناء فتره الكليه، ويا سلام لو جايب تقدير كويس في الكليه، فانت مش بس مالتي تاسكينج، انت بتعمل الحاجات بهاي كواليتي اوتبوت. فانت جايب تقدير واشتغلت، عرفت تدخل فلوس، وفي نفس الوقت جبت تقدير كويس. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت كنت كوميونيكيتور، ما انت كنت شغال في الماركت بالفعل. الحاجه الثالثه، لو انت اشتغلت قبل كده ايا كان نوع الشغلانه، فانت تيم بلاير كويس، ما انت اشتغلت في تيم. فكل الحاجات دي هي سوفت سكيلز مخفيه داخل اتشيفمنتس انت عملتها ليستد في CV بادي. خلاص. فالورك اكسبيرينس برضه بيتكتب ريفرس كرونولوجيكال يا جماعه، وبيتحط ايه بقى؟ التايتل، الريكروتر، اسم الريكروتر، الاورجنايزيشن او المكان اللي انت اشتغلت فيه، ومن امتى لامتى. ما ننساش ابدا ابدا موضوع من امتى لامتى ده، ما ينفعش ننساه. طيب بالنسبه للحاجات اللي ريليتد بالفيلد اللي انا عامل عليه التايتل بتاع CV، فممكن احط جوب ديسكريبشن بسيط من سطر لسطرين تحتها. انما الحاجات اللي بره الفيلد ما تحط لهاش وصف. خلاص. فده بالنسبه للورك اكسبيرينس. الاديوكيشن طبعا زي ما اتفقنا برضه ريفرس كرونولوجيكال بالتفصيل، بحط باتشلر اوف كذا، فاكولتي اوف كذا، ديبارتمنت اوف كذا، من امتى لامتى. ولو في جراديويشن بروجكت برضه بحطه تحت، وبحط الجراديويشن بروجكت جريد تحت الجراديويشن بروجكت. طبعا ما ننساش الاندنتيشن يا جماعه، يعني انا بحط الباتشلر اوف اندنتيشن، بحط الجراديويشن بروجكت لانه ريليتد بنفس البولت، فبحط لها بديها كده تاب، وبحط الجراديويشن بروجكت. طب لو انا رانكت، بحط رانكت كذا. لحد فين؟ لحد العاشر. بعد العاشر ما بحطش. بالظبط كده، بعد العاشر ما بحطش. طيب بعض الاسئله بتجيلك ساعات تقول ايه، والله يا جماعه احط المدرسه الثانوي ولا ما احطهاش؟ لو المدرسه الثانوي يا فندم هتسربس عليك في انك تاخد الشغلانه، حطها. زي ايه؟ زي واحد بيقدم على كول سنتر فرنساوي وهو خريج من عند حضرتك انجلش، بس هو طول عمره خريج مدرسه فرنساوي، يحطها ولا ما يحطهاش؟ يحطها طبعا، لانها هتسربس عليه، هتساعده. طيب امتى يشيلها؟ بعد ما يتم من تخرجه من ثانوي 10 سنين، خلاص ما بقاش قيمه. خلاص. الكلام ده لا ينطبق اطلاقا على الكليه او الماجستير او الدكتوراه، ما بيتشالش، ده ما بيتشالش، بيلزق فيه بقى طول العمر.
طيب بعد كده التكنيكال سكيلز. التكنيكال سكيلز زي ما اتفقنا بنحط حاجات تيلور ميد على قد المطلوب في الجوب ديسكريبشن والجوب ريكويرمنتس. ايه الفرق بين الكورسز والسيرتيفيكتس؟ الكورسز هي الحاجات اللي من يوديمي، يوديستي، مهارة تك اللي هو المنصة المجانية بتاعت الاي تي اي. ده لطيف. كورسز بنحط اسم الكورس والمانح انت حصلت عليه من على انهي منصه او من منين. وطبعا هنا ما بتكلمش على يوتيوب نهائيا، ما فيش كده يا جماعه. الحاجات بتاعت يوتيوب كانك بالظبط عامل لي ريسيرش بيبر وحاطط لي الريفرنسز بتاعتك ويكيبيديا. ما ينفعش يا فندم الكلام ده. فاكيد بالظبط والله. يعني برضو يعني الولاد يا حبايبي بيبقى صعبان عليهم المجهود والوقت اللي بذلوه في كورسات اليوتيوب. هي على عيني وراسي والله، وانا اقدر جدا جدا ناس كتير جدا في التكنيكال فيلد بيعملوا شغل كويس على يوتيوب. بس على عيني وراسي، بس ما بتحطش في السي في يا فندم، ما بتحطش في السي في. آه طيب ده بالنسبه للكورسز. بالنسبه للسيرتيفيكتس او السيرتيفيكيشنز بنحط ايه؟ واحد راح اخد بي ام بي، الحاجات اللي هي الانترناشونال الكبيره اللي هي بفلوس كتيره دي. واحد راح اخد بي ام بي من بي ام اي، مش امتحن حاجه متسميه بي ام بي اي زي الناس اللي كانت بتقول لك ميني ام بي اي كده. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. هو يا اما في ماجستير يا اما مفيش حاجه اسمها كده. ف واحد راح امتحن الامتحان ده سيرتيفيكتس، دي حاجه كبيره انترناشونال بتتحط في سكشن السيرتيفيكتس لوحدها. طيب طبعا برضو اسم الشهاده والمانح وتاريخ الحصول على الشهاده. اللانجوجز. اللانجوجز احنا طبعا بنحط العربيك ماذر تانج. الانجليش لو ما امتحناش يا ريت نمتحن في اي حاجه، نمتحن في. احنا طبعا يعني عندنا في اسكندريه في حاجات كتير بقى، في بقى اميديست البريتش كونسل، في يعني انا دايما بقول انه اللي مش عارف يمتحن فين ومش عارف يعمل اي بليسمنت تيست يمتحن في مركز القياس والتقويم. دايما بقول للولاد كده. انت بتحدد مستواك على الاقل، والامتحان معقول. يعني الامتحان انا شخصيا امتحنته كبري ريكويزيتس الدراسات العليا. الامتحان معقول، انجليزي لطيف بتاع ثانويه عامه. مش صعب بس بيبين انا فين، بيبين انا مستواي فين. فمهم قوي انه على الاقل يبقى معايا بليسمنت تيست اعرف بس الليفل بتاعي فين. طبعا في مركز بتاع قوات مسلحه اللي طبعا كامل حاجات كتير بقى، حاجات كتير ممكن في اسكندريه. اسكندريه ما شاء الله يعني احنا عندنا حاجات كتيره يعني ممكن ان انا احدد فيها. طيب حاجه من الحاجات اللي بتتكلم في الانتربيرسونال سكيلز بدون مضرب طلقه برضه، يعني انتصار في السوفت سكيلز بدون ما احارب. ايه الاكسترا كريكولار اكتيفيتيز؟ الاكسترا كريكولار اكتيفيتيز هي الانشطه التطوعيه غير الاعتياديه. زي ايه؟ واحد كان مشارك في ستودنت اكتيفيتيز في الكليه، واحد كان في الستودنت يونيون، كان الهيد في حاجه، كان ماسك لجنه معينه، كان ماسك الهيد اوف ستودنت يونيون. حط الكلام ده وحط في فاكولتي اوف ايه، يونيفرسيتي اوف ايه، ومن امتى لامتى. وكل تايتل اخدته في حتى لو نفس الستودنت اكتيفيتي كل تايتل بيتحط له بولت مختلفه. اخيرا الاديشنال انفورميشن. الاديشنال انفورميشن يا جماعه، عارفين الناس اللي اساميها عفت، عصمت، امل، شيرين؟ في بعض الاسماء بتحتمل انه يكون ميل او فيميل. احنا طبعا في اول كلامنا النهارده قلنا نوت ريكومندد نحط الصوره. اذا الناس دي هتحتاج انها تحط الجندر فين، في انهي حته في سي في الاديشنال انفورميشن. حط لي الجندر ميل او فيميل. خلاص. طيب بعض الشغلانات بتطلب الايدج، فما تحطلهاش الايدج، حط لها ديت اوف بيرث. اوكي. من المهم جدا لشبابنا الذكور انه يحط الميليتري سيرفيس ستاتس. الميليتري سيرفيس ستاتس لان ما فيش شركه هتعينك وانت موقفك من التجنيد غير واضح. ما فيش شركه في الدنيا هتنتظر ان يعني حضرتك يتقبض عليك من جوه الشركه. دي حاجه مفزعه لسمعه الشركه. بعض الشغلانات بتطلب الناشوناليتي، وبعض الشغلانات بتطلب الماريتال ستيتس. لو الحاجات دي مش مطلوبه ما تحطهاش.
طيب ايه الحاجات اللي ما بتتحطش في الاديشنال انفورميشن ولا في الاكسترا كوريكولار اكتيفيتيز؟ الحاجات الدينيه. انا كنت متطوع بحفظ قران في مدرسه تحفيظ القران في القريه بتاعتنا مثلا، لو انا من قريه. لا يا فندم، ما بنحطهاش. كنت متطوع بدرس للاطفال في الكنيسه. احط الكلام ده في سي في؟ لا يا فندم، ما تحطوش. ما بنحطش حاجات دينيه في السي في، ولا ريليجن بنحطها في السي في. يبقى الحاجتين دول ما بنحطهمش. طيب الحاجات اللي ما تتحطش الا اذا طلبت: الناشوناليتي والماريتال ستيتس، مش الميليتري. الماريتال ستيتس، لان دي برضو نوع من انواع ان انا بعنصر نفسي. فالثلاث حاجات دول ما بحطهمش لتجنب اي حاجه ممكن انها تثير اي حاجه في دماغ اي حد. ده اصلا فكر يعني ملناش دعوه بيه، بس في نفس الوقت انا ما بحطهمش من نفسي. اخيرا، كان في جمله بقالها سنتين اتشالت خلاص من السي في، وهي references are available upon request. ما بقيناش بنحطها خلاص في السي في. admit. وده برضو شيء منطقي، لانه الطبيعي ان الريفرنسز هيكونوا جاهزين في حاله ان الشركه عايزه. ايه هم الريفرنسز؟ وهنختم بالموضوع ده، انا عارف ان انا طولت عليك يا دكتوره. ايه هم الريفرنسز، او بمعنى اصح عشان نسال السؤال صح، مين هم الريفرنسز؟ الريفرنسز هم الناس اللي انا اشتغلت معاهم، او كانوا رؤسائي، او كانوا اساتذتي في يوم من الايام. يعني حضرتك وطلبتك، حضرتك ينفع تبقي ريفرنس ليهم. بس هل اي حد، انا لو انا طالب عند حضرتك وجيت قلت لك انا حطيتك ريفرنس، هل ده يجوز؟ الاجابه لا. لازم اجي لك قبل ما احطك ريفرنس بالظبط. استاذنك 3 حاجات. اولا، هل حضرتك ممكن تبقي ريفرنس ليا ولا لا؟ ثانيا، ايه الايام المناسبه انهم يكلموكي فيها، لان انت لو بره مصر اكيد مش هتردي. ثالثا، ايه الساعات المناسبه لانهم يعملوا الكول دي عشان حضرتك تعملي لي ريفرنسنج. خلاص. فمش اي حد معاه رقم تليفونه احطه في الريفرنس شيت. ايه ريفرنس شيت؟ اندبندنت شيت، مش مع السي في. ده شيت لوحده لوحده، زي الكفر ليتر كده، ما هو شيت لوحده. يبقى ده ثالث شيت بنتكلم عنه النهارده، الريفرنس شيت. الريفرنس شيت بيتكون من 4 5 كولومز. الكولوم الاول هو اسم الشخص، الكولوم الثاني الكرنت تايتل بتاعه، الكولوم الثالث البروفيشنال ميل حتى لو معايا الشخصي، الكولوم الرابع البروفيشنال فون حتى لو معايا الشخصي، الكولوم الخامس لينكدين بروفايل لينك بتاعه. خلاص. هذا وبالله التوفيق. لما يطلب ببعته، لما ما يطلبش ما ببعتوش. بس لان في ناس كتيره بتطلب ريكومنديشن ليترز بعد الانترفيو ساعات، يعني صح. خلاص اللي انا شورت ليستد اوريدي، فساعتها أيوة. بيطلبوا الريكومنديشن ليتر مش قبل يعني. آه الحقيقه ان الريكومنديشن ليتر ده دوكيمنت رابعه. ايه الحكايه؟ بيطلبوا الدوكيمنت الرابعه دي من اساتذتهم او من مديرينهم السابقين عشان يزكوهم، وده بيبقى ليتر بالمعنى الحرفي يعني. فبيزكوهم بالخبره اللي بينهم وبينهم، عشان يشتغلوا او ياخدوا السكولرشيب دي او فدي برضو من الدوكيومنتس يعني. يعني فعلا هي دوكيومنتس كتيره بتطلب. اه بس هي الفكره ان السي في هو اللي بيفتح الباب، يعني هو لسه ده البدايه الاساس خالص. بالظبط. بالظبط، ده وفي الكي زي حاجات ما اتفقنا في اول اليوم بالظبط. بالظبط، وفي حاجات تانية هتتطلب بعد كده، او لو هي مطلوبه من الاول هتبقى دوكيومنتس منفصله يعني. بالظبط بالظبط. ويعني فعلا هي كلها معلومات مهمه، وحاسه طبعا هي مفيده جدا بالذات للناس اللي هي لسه فريش جراديويت. هيستفيدوا منها جدا، خاصه فكره اللي احنا في ناس كتيره فكره التمبلت فعلا دي فكره مهمه. يعني ما بقاش في أيوة. مشكله ان احنا نستخدم تمبلت لو هو حاجه جاهزه. يعني to be honest it's recommended كمان، يعني ان هو استخدم تمبلت بيسهل احسن. عليه وبيسرع البروسيس. طبعا بيسهل. طبعا. وخاصة ان هو اصل في ناس بتفتكر ان انا كده السي في بتاعي هيبقى شكله ممل او شكله مش حلو او كده. لا، هو على فكرة ان هو لو السي في اوفر قوي، اوفر يعني الوان بقى بهرجه. واشكال والحاجات، ايوه بالظبط. ده نويسي جدا. وزي ما حضرتك ما قلت هم مش هيقعدوا مع السي في كتير، هو مش هيقرا كله، هو هيسكان. صحيح فلو صحيح. هو حتى ما قدرش يطلع المعلومات الاساسيه من السي في عشان مش محطوط بالاماكن المطلوبه والالوان كتير وكده،
خلاص ده كده اوريدي ريجكتد من قبل ما يبداوا بالظبط شغل معاه بالظبط كده اساسا. بالظبط كده. ف... فدايما بريكومند ان هم لا يعني على الاقل خد تابلت، لان هيكون الفونت سايز اوريدي، يعني التايب والسايز والحاجات دي كلها اوريدي موجوده. متظبطين بالظبط بالظبط. ستاندرد. فما تبقاش قلقان ان هو ممكن انا كده الفونت بتاعي كبير او قليل او كده. فكره السايز برضك دي مهمه قوي، ان هو كام صفحه، يعني ان هو صفحه واحده. في مثلا بالنسبه للسكولارشيبس كتيره بيبقى صفحتين مثلا، ده ماكسيمم. حسب المطلوب. هو طبعا حسب لو المطلوب. سكولرشيبس فبيبقى حسب المطلوب، لان هم بيبقوا طالبين ساعات ديبر داتا او ديبر بالظبط. انفو، ده طبعا بكتب ديتيلز يعني. بالظبط فعلا. ولان كمان لا، ودي حصل يعني مثلا، هي حصلت قدامي مره واحده بس، ان هو كانت في طالبه بعتت سي في كبير جدا، يعني كان 5 ورقات او حاجه كده. فالجامعه رجعت لها تاني، قالت لها لا طب خليه صفحتين بس. بس امم دي مره واحده بس حصلت. ايوه ايوه الاغلب هيرموا السي في خلاص، لا 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 ايوه احنا ما بالظبط عندناش وقت نقرا 5 صفحات، يعني ما تكتبليش قصه بالظبط حياتك بالظبط خالص. في السي في يعني. في الانترفيو ممكن نتكلم عن الموضوع ده، لكن في السي في ذات نفسه هو مجرد هو بيقول لي حاجه بس بسيطه عن الشخص شكله ايه، لكن ايوه غير كده لا يعني. بالظبط. طبعا فكره الفوتوز دي انا بس بعلق بسرعه على النقطه اللي حضرتك يعني قلتها من ناحيه شرفني. الاكاديميا اكتر، يعني طبعا ايوه مش ايوه مش الاندستري يعني. اعتقد فكره الفوتو هي تعتمد قوي حسب الدوله كمان اللي احنا رايحين لها، يعني بالظبط احنا بالظبط. لو في بلاد معينه بتطلب ان احنا عايزين صوره، يعني عشان نعرف الشخص زي اللي ما بقول لك زي هنقدمه دبي. مثلا. اه في بيطلبوا. بلاد تانية لا مش ريكومندد، ده ايوه لدرجه بالظبط ان يعني مثلا كان في بعض الجامعات في المانيا كانوا بيرجعوا السي في تاني، يقولوا له طب شيل الصوره، شيل يعني شيل الصوره. الصوره من ايوه السي في وابعته تاني. بالظبط عشان بالظبط. خوفا من انها ممكن تستخدم كعنصريه ضد الشخص ديسكريميشن بالظبط. ايوه شكله، او ديسكريميشن بالظبط باي نوع من بالظبط. الانواع يعني. فدي نقطه برضك يعني مهمه، لو انا هقدم على بلد تانية لازم اعرف ايه المتعارف عند الكالتشر البلد دي. بتاعتها. بالظبط، ايه ايوه المسموح وايه اللي مش مسموح، بحيث ان انا يعني السي في بتاعي يبقى شكلا حتى شبه الحاجه اللي هي رايحه المطلوبه. له يعني. ايوه فدي فكره برضك مهمه قوي يعني. وفي حاجات كتيره جدا طبعا، ويعني او نقطه برضك مهمه قوي قوي، فكره ان انا السي في بتاعي ما يبقاش هو سي في واحد وبقدمه لكل حاجه، لا يعني. بالظبط. أم، ان انا لازم يكون السي في يتغير شكله حسب البوزيشن اللي انا مقدمه له دلوقتي، او الشركه ديت هي طالبين ايه. مش لازم اقعد احكي كل حاجه، ما هو انا عندي يعني حجم قليل ان انا هكتب فيه. شكله فبالتالي ومحتواه. بالظبط، فلازم ايوه. يبقى دايركت. يعني انا مثلا، انا شخصيا لما باجي اقدم مثلا، انا بقالي كتير قوي ما قدمتش على حاجه بس يعني بالتوفيق ان شاء الله قريب باذن الله. الله يكرمك. فلو مثلا انا هقدم على بوزيشن مثلا حاجه ليها علاقه بالريسيرش، ايوه فيبقى لازم امفاسايز الجزء الخاص في ريسيرش في شغلي. ما ينفعش اقعد اتكلم على ده انا درست في الجامعه الفلانيه والجامعه الفلانيه، تدريس تدريس تدريس، وفي الاخر البوزيشن اللي انا مقدمه عليه ما فيهوش تدريس خالص مثلا. اه. فمش مش مكانه. لا انا احاول امفاسايز الحاجات حتى اللي لو هي حطيت ريليتد. حتى لو اه حطيت كورك اكسبيرينس، ما ما تبقاش كل تدخلش في حاجه بقى. تفاصيل. ما بالظبط. تدخلش في تفاصيل. انما احنا زي ما اتفقنا احنا بنختلف في 3 اجزاء: التايتل، السكيلز، والسمري. فدول مهمين جدا اني اخد بالي اني اراعي تظبيطهم على حسب الشغلانه اللي انا بقدم عليها. بالظبط. وبالنسبه لي مثلا العكس، ساعات لو بكون بقدم على مكان انا عارفه ان انا هدرس فيه، لا ايوه انا بصراحه بذكر ان انا درست مثلا في جامعه اسكندريه، وكان عدد الطلبه كذا، وكانت الليفل كان ايه، مثلا في سويسرا درست الماسترز ديجري والحاجات ايوه دي. ايوه ليه؟ عشان الوظيفه في الاخر فيها تيتشنج كتير. ايوه. فهي الفكره ان هو زي ما احنا عندنا، لو عندنا صفحتين مثلا بالكتير قوي كسي في، ما مم. عنديش المساحه اللي انا اكتب فيها كل حاجه. فهكتب هركز على حاجات وهقلل حاجات بطريقه انها انا كتبت كل الاكسبيرينس بتاعتي، بس خليتها تailored اكتر للبوزيشن اللي انا هقدم عليه يعني. اه يعني ممكن كمان نقلل في الكورسات. الحقيقه من اه الاماكن، من الاماكن برضه في السي في اللي ممكن اقلل فيها هي الكورسات. يعني زي ما اتفقنا الورك اكسبيرينس هيتكتب كله بلا اي نزع لاي شيء، ولكن التفاصيل هي دي اللي هتختلف معايا. يعني زي ما حضرتك قلتي، انا مثلا درست خلاص ماشي، درست هكتب تفصيلي واحده بس، مم. وليكن افضل واحده، والباقي خلاص هيبقى ليستنج بس. مم. اوكي تمام. بالظبط بالظبط. فدي برضك فكره مهمه. فكره السكيلز فعلا هي فكره الناس بتحاول تو اوفر بروميس ان جنرال، حتى في الانترفيو كمان. دي كارثه دي كارثه. بلاش، بتوقع لان هي الناس في شر اعمالها. لان هو احنا يعني ساعات بنبقى اكسبكت ان انت خلاص انت هتبقى عارف الحاجه الفلانيه، يعني انت مثلا تقول انا ايوه متعود على سوفت وير معين. ايوه بالظبط. خلاص احنا من يعني يعني ايه متوقعين ان هنعتمد انت عليك بقى.
بالضبط، أيوه. فنكتشف إن ما فيش، فلأ يعني دي ممكن مش أحسن حاجة، وممكن لأ يقولوا لك طب خلاص مع السلامة، لإن أنت مش هتمشّيه في الprobation period اللي هم أول 3 بالضبط. شهور. بالضبط، فهي حاجة سيئة جدًا ليك. أنا بالنسبة لي بس دي مش حاجة ممكن ما اقدرش أقول إنها recommended يعني، أنا عملت العكس بقى في بعض الأماكن، إن أنا كنت الCV بتاعي ما كانش فيه مساحة كبيرة أوي، فبالتالي ما كتبتش كل الskills اللي عندي، يعني أنا في إمم. حاجات اللي هي خاصة بالposition ده ركّزت عليها طبعًا واديتها الأهمية وكده، بس في skills تانية كانت مثلًا حاجات technical وكده ما ذكرتهاش. بيكتشفوها. يكتشفوها بتبقى مفاجأة حلوة بقى بالنسبة آه لهم، إيه طبعًا، ده أنتِ طبعًا، تعرفي ده وده، طب طبعًا. تعالي بقى مش عارفة إيه، بس أنت معاهم بقى، يعني أنت صح. already معاهم، أنا عارفة إن أنت 100% تقدر تعمل الوظيفة الفلانية لإن أنت وعدت بيها ونفذتها، بس بالضبط، كمان لقيت بالضبط. ده أنت عندك skills تانية زيادة. كمان. أيوه، بالضبط. أيوه. فأنا بالنسبة لي لمّا عملت كده هُم كانوا متفاجئين وكانت يعني good surprise I would say يعني، طبعًا. فعلى الأقل دي أحسن من التانية، أحسن من الcase الأولانية وتعلّي إن أنا الappraisal جامد دي في فترة التقييم. بالضبط. إمم. يعني يعني أنا فاكرة كان يعني من الفايدة منها إن أنا كانت المفترض الفترة اللي هي التجربة اللي بتبقى في الأول كانت تبقى 6 شهور بالنسبة للعقد بتاعي يعني، قَلِّت لمدة شهر، يعني أنا بعد شهر على طول راحوا كانوا مغيّرين العقد والدنيا تمام يعني. ما ف شاء الله. فالحمد لله يعني. فأنا قصدي إن ما ينفعش إن إحنا خاصةً لو إحنا fresh graduate بلاش إن إحنا نكتب حاجات work under pressure بقى والكلام اللي هو القديم أوي ده، أيوه لأ بالضبط. لا، يعني لا خالص، خالص. خلاص الحاجات دي خلاص يعني بقت تتشال وبقت يعني مش حاجة إن إحنا نبُص عليها يعني. ف نكتب ما يدل عليها، إنما ما نكتبهاش. ما نكتبهاش بالضبط صراحةً كده إن أيوه. هو soft ما skills اللي هو بتتصدّقش، هو بيبقى claiming بالنسبة بالضبط. للrecruiter، هو بيبقى الدليل. ادّعاء. فهات الدليل. لي ما يثبته، حُط لي في الCV ما يثبته أفضل بكتير. بالضبط كده، بالضبط كده. ف فكل المعلومات دي معلومات مهمة جدًا وإن شاء الله يعني ربنا معاهم إن هم دي تبقى الخطوة الأولانية اللي تفتح لهم الطريق إن هم إن شاء الله بقى المرحلة اللي بعدها على طول اللي هو يبقى إن شاء الله، الinterview إن شاء الله. طبعًا الinterview ده موال تاني خالص آه. وللأسف لإن في ناس بتعمل CV ما ينفرش المَيّة زي ما بيقولوا، ييجوا في الinterview يضيّعوا الدنيا خالص. صحيح، ف صحيح. فعشان كده ده هيبقى إن شاء الله بإذن الله الموضوع الجاي بإذن الله في بإذن الله، الفيديو تحت الجاي بإذن أمرِك. الله. بإذن ف الله. فإن شاء الله يعني أولًا بنشكر حضرتك جدًا ربنا على الtopic يخلّيكِ يا بتاع دكتورة. النهارده، الله والمعلومات يخلّيكِ دي يا دكتورة. كلها مفيدة، وإن شاء الله يعني we are looking forward للمرة الجاية إن بإذن شاء الله الله، على خير. بإذن الله، ماشي. بإذن الله. شكرًا لحضرتك. شكرًا يا دكتورة، شكرًا جزيلًا.